من حظي السيء كده وأنا باقلِّب في القنوات لقيت ماتش حرس الحدود وإنبي، قُلت ياه على أيام زمان، خلّينا نبُص بصّة كده. طبعًا مش محتاج أقول لكم اتفرّجت 5 دقايق حاجة عبث كروي غير طبيعي، ما يفرقش حاجة كتير عن ماتش الزمالك وبتروجيت امبارح. فاليوم ده المهم كان يوم نهائي الدوري الأوروبي بتاع مانشستر يونايتد وتوتنهام. تخيل أنا طبعًا باتفرّج على الماتش أو بدأت الماتش وعارف إن هو أسوأ مدرب في العالم اللي هو بوستاجولو اللي هو بتاع توتنهام، ضد أسوأ سكواد في العالم كله مانشستر يونايتد طبعًا. فأنا متوقع الماتش عامل إزاي، ماتش يعني ما لا يفرق شيئًا عن ماتش حرس الحدود حرس الحدود وإنبي. فاتفرّجت على الماتش وللأسف ما فرقتش حاجة، ما فيش تشكيل، ما فيش لعب، ما فيش مهارات فردية، ما فيش أي حاجة. ما أعرفش مانشستر يونايتد إمتى هيفوق. توتنهام ده المدرب ده لازم يمشي، ده لازم يعتقلوه مش لازم يمشي. أسوأ فرقتين في الدوري الإنجليزي ده طبعًا هو الفرقتين الأخرى بعد ال3 اللي نزلوا، يعني حتى ساوثهامبتون أو ليستر كان عندهم ماتشات في كورة، لكن الفرقتين دول no كورة. هنشوف مانشستر يونايتد السنة الجاية هيعمل إيه، بس طول ما راتكليف هنا الوضع هيبقى صعب، توتنهام طول ما المدرب ده هنا الوضع هيبقى أصعب. من ساعة ما مورينيو جه ومشى وبعد كده سولشكاير جه ومشى، كنت كتبت في خواطر كروية إن كونتي موجود قبل ما يجي تشيلسي، وبعد كده جه تشيلسي ومشى. طب كونتي موجود بعد ما مشى من تشيلسي وزيدان قاعد في البيت، طب ليه لأ؟ ليه بنجيب مدربين نص كم يعني؟ دلوقتي كونتي عامل كومباك عظيمة مع نابولي، مع سكواد ضعيف جدا جدا جدا، وعمل فرقة وكسب بيها الدوري الإيطالي للمرة الرابعة. فمبروك لكونتي ونتمنى لو هو لو مشى من نابولي يجي مانشستر يونايتد أكيد هيعمل فرق.